تعالوا النهارده اقول لكم على اكتر تتبيله انا بحبها للبانيه. تتبيلتي السريه المعتمده اللي بعملها على طول للبانيه. البانيه قشرته ثابته ولونه ذهبي زي ما انتم شايفين ومقرمش كده. مكونات بسيطه قوي ومن غير بيض، انا ما بحطش عليه بيض. هنحط ايه بس معلقه واحده هتفرق معانا. بص كده، انا كده معايا البانيه، انا غسلاه وشطفاه كويس ونقعاه في الميه ومنشفاه. وهجيب بوله كبيره احط فيها فنجان صغير من اللبن. فنجان صغير، ما بكترش لبن، فنجان صغير من اللبن. معلقه كبيره، احط معلقه كبيره من الزبادي. وعندي بصلايه انا بشراها ناعم قوي، بصلايه صغيره مبشوره ناعم قوي هحطها عليه. واحط البهارات بتاعتي، معلقه صغيره من البابريكا والملح والفلفل الاسود والثوم باودر على بصل باودر، ومعلقه صغيره بهارات فراخ. التتبيله دي بتاعتكم انتوا، اللي عايز يحط ملح وفلفل اسود بس يحط. هو كده كده البانيه بيبقى حلو في اي تتبيله. اقلب الكلام ده كله مع بعضه. بس اهم حاجه البانيه يكون متنضف، يعني منقوع متنضف كويس ومتصفي. ما بحطش البانيه في التتبيله دي عشان التتبيله دي تمسك فيه. ما بحطهوش مبلول زي ما احنا شايفين كده. قطع البانيه ناشفه انا منشفاها، حتى لو بمناديل ورقيه نشفيها. قلباها، قلبي بقى كل واحده شربيها من التتبيله قوي. التتبيله دي انا بسيبها ساعه تتبل. اللي عايز يتبلها من قبلها بيوم بيكون افضل. هركنها تتبل شويه واروح اعمل معاكم صلصه المكرونه سباكيتي. في حله على النار هحط شويه زيت، وهيكون فرمه 3 فصوص توم، معلقه كبيره توم مفروم، واكون ضاربه القوطه في الخلاط. القوطه جاهزه معايا، انا ضربها مجهزاها في الخلاط. هننزل بيها، مش هنستنى التوم يبقى ذهبي، انا التوم بس بيتلف لفه كده في الزيت بسيطه، وهنزل عليه بعصير الطماطم. عصير الطماطم اللي عايز يحط فيه قرن فلفل حامي، للي بيحب الحاجه سبايسي يحطه برده هيبقى حلو قوي. تغلي غلوه واوطي عنها النار واسيبها تتسبك، واروح احط حله على النار اسلق المكرونه. في حله على النار اهي، اجيبها احط معلقه كبيره من الملح لسلق المكرونه. انا مش بحط في سلق المكرونه زيت، انا بحط ملح بس. اجيب المكرونه، كيس المكرونه سباكيتي، كسره على 3 اجزاء. اللي عايز يحط الكيس زي ما هو كده، اللي عايز يكسره على جزئين دي برضو بتاعتكم. انا بكسره معايا على 3 اجزاء عشان يبقى سهل. هقلبه عشان يتفرط من بعضه، المكرونه متمسكش في بعضها، كل شويه اقلبها. وهي برضو المكرونه بتتسلق على النار. هكون انا عملت البانيه في طبق كبير. هجيب كوبايه كبيره فيجيتار، عليه معلقه بس بقسماط، انا بحط معلقه بس، معلقه بقسماط الفيجيتار عادي من عند العطار، العطار سايب. اهي التتبيله اهي ثابته على قطعه البانيه. اقعد اقلب بقى في طبق كبير علشان خاطر ايه ما بهدلش الدنيا حواليا، الدنيا تبقى نظيفه. اضغط بقى بايدي الناحيتين عشان الغلاف بتاع قطعه البانيه يفضل متغلف زي ما هو. اضغط قوي عشان الطبقه تثبت. كل ما اضغط قوي 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 الطبقه هتثبت عليه على البانيه، مش هتبقى سهل ان هي تتفك. اضغط بايدي. اهم حاجه البانيه يتنشف. بعد ما بتنقعيه وبتغسليه كويس قوي نشفيه، ما يكونش مبلول، يتنشف قوي. زي ما احنا شايفين كده كل طبقه بضغط قوي قوي عليها. معلقه الزبادي اللي احنا حاطينها هتفرق قوي 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 في لونه، مش محتاج ان احنا نحط عليه بيض. انتوا هتشوفوا لونه ذهبي قوي وجميل قوي. وقطع البانيه بس ما تكونش تخينه، يعني قطع البانيه ما تكونش سميكه معانا، لا تبقى سميكه ولا تبقى رقيقه. عشان لو سميكه هتبقى نايه من جوه لما اجي اسويها، ولو رقيقه بتتحرق معايا. الحجم بيكون متوسط. اهو بص القوام هيلزق عليها ازاي، اللي هيلزق عليها الفيجيتار والحاجه اللي احنا حاطينها. كده خلصنا الكميه كلها. احط بقى، اجي اقليها، احط طاسه على النار فيها زيت غزير زي ما احنا شايفين، وزيت ما يكون سخن بس ما يكونش سخن قوي للدرجه. والطاسه ما يبقاش النار عاليه عليها. انزل اهو قطعتين التلاته البانيه، الكميه اللي انت بتحطيها. هدي، مش هدي قوي، مش هوطي النار قوي عليه عشان ما الزيت، لا بخلي النار متوسطه. اقلب فيه طول ما انا البانيه على النار، واقعد اقلب فيه. طلعيه بقى اللون ده بتاعك انتي، طلعيه غامقه طلعيها فاتحه زي ما احنا شايفين. لا لزقت مننا في الطاسه ولا الطبق اهي ثابت عليها، ومقرمش ولونه ذهبي وحلو قوي. اهم حاجه بس الطبق ما تبقاش سميكه او ما يبقاش تخين قوي عشان ما يبقاش ناي من جوه. التتبيله لو اتبلت من قبلها بيوم هتفرق قوي 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 معانا في الطعم. هي كده كده دي اسرع اكله، يعني اللي عايز يتبلها هيتبلها في ساعتها. اهي زي ما احنا شايفين، بص اللون.
والطبقة ثابتة عليه ولونه ذهبي حلو قوي ومقرمش. هنطلعه على مناديل ورق عشان نصفي كل الزيت اللي فيه. طلعيه باللون اللي يعجبك، افتح من كده اغمق من كده دي بتاعتك انتي، بس هو ده يعني اللون الذهبي الاصفر بتاعه حلو قوي. وزي ما احنا شايفين الطبقه اهي، طبقه ثابته عليها، ولا حاطين بيض ولا اي حاجه. اهو اللون بتاعه جميل قوي زي ما احنا شايفين كده، والطبقه بتاعته ثابته عليها اهي. نروح بقى ايه، نقلب بقى الصلصه اللي على النار كده. الصلصه سبكت خلاص زي ما احنا شايفين معانا، الصلصه خلاص كده استوت. انزل بقى معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود وبابريكا، نقلبهم. تكون المكرونه خلاص استلقت معايا وصفيتها. المكرونه بصفيها بكون 80%، يعني اسلقها 80%. ما بشطفش المكرونه على فكره بعد ما بصفيها، بنزل عليها بالصلصه اهي واقلب. مش محتاجه، هو الصلصه اللي احنا عملناها اهي. بصي اللون جميل قوي. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، واستنوني في وصفه جديده. اهو زي ما انتم شايفين جمال اهو. يلا باي.